يا مساء الفل حبايبي ومتابعيني واحلى متابعين في الدنيا. يا مساء الهنا والسعاده على قلوبكم او صباح الهنا والسعاده حسب ما تشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه رايكم بقى في البوري المحترم دوت؟ قلت يا بنت يا زوزو تعالي بقى، ايه عيالي نفسهم في الفسيخ وانا ما بشتروش من بره، بجيبه واخليه، بس عشان تجيبي بوري تجيبي بوري محترم كبير. خلاص. ودول 4 حبات كانوا عاملين 2 كيلو، بسم الله ما شاء الله يا جماعه. وانا كمان خليت تاني طلبيه كانت مطلوبه مني بصراحه، ناس دقوا من ايدي وقالوا لي لا اعملي لنا وهاتي لنا واعملي لنا. فعملت لهم، بس ما صورتش كله قدامكم، بس اما اجي افتحه هفتحه قدامكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. طبعا مسكت البوري بتاعي غسلته كويس جدا، وفي قلب مصفى كده اهو تحتيها صينيه، ووقفيها على بوزه. هتعملي ايه يا زوزو تاني؟ بصوا خياشيمه حطيت فيها مناديل يا جماعه اهو، مناديل من كل ناحيه كده. حطيها في خياشيمه عشان تسحب الدم اللي فيه. ماشي. طيب هنا بقى انا جبت ملح رشيد اللي هو الخشن اهو. هنا خلاص بقى انا سبته ايه يوم بحاله لحد ما صفى الميه بتاعته الدم بتاعه، وبصوا نشف. وهنا جبت ملح رشيدي اللي هو الخشن يا جماعه، وهزود عليه ملح ناعم عادي خالص مفيش مشاكل. واحط بقى 3 معالق شطه كده اهو. اهو الشطه دي ماده حافظه يا جماعه ليه، ومعلقتين كركم برضو ماده حافظه، والكركم مفيد جدا. وبعد كده هروح مقلبه كل ده. طبعا كميه الملح دي كبيره على ال4 بوريات اللي انا موريها لكم، بس انا قلت لكم يا جماعه انا بعمل طلبيه، والله ناس طالبين مني فسيخ، فكنت جايبه كميه بسم الله ما شاء الله. واما اجي افتحه بقى هوريه لكم كله، لما نفتحه هعمل لكم فيديو مخصوص ليه، حاجه كده هجري ريقك بيها. يلا يا قمرايه لايك وشير. لو انت جديده معانا في القناه فعلي زر الجرس عشان يجيلك من زوزو كل جديد. هنا بقى بصوا المناديل سحبت كل الدم اللي فيه، رحت شايلاها واعملي له مساج كده يا جماعه من تحت. لازم تعملي له مساج علشان تفصلي الشوكة عن اللحم بتاعه، والملح يخش كل حتة في جسمه اهو لحد ما تطرى خالص. بصي من تحت تطرى خالص ازاي، لان طبعا لما بينشف تلاقي السمكه قددت كده. وهاتي ظهر المعلقه ودخليها في الخياشيم عشان تفتحي وانت بتحطي الملح. بصوا بدخل الملح بصباعي كده عشان يوصل لجوه ويحيقه كويس جدا اهو. بصوا الجمال بقى. يلا يا امرايه كده سمعيني ايه الصلاه على الرسول كده في الكومنتات، وقومي وتشجعي واعملي الفسيخ هيطلع جميل معاكي والله على طريقتي. ناس كتير جدا عملوه على طريقتي وطلع ناجح معاهم جدا. انا عملته اول بصراحه ما فتحت القناه. وهنا بعد ما حطيت رحت ماسكه كبشه ملح وترشيها على الايه، على الجسم من بره كده، وتلفي بقى في اكياس. ده كيس ثلاجه. بصوا الناحيه اللي هي المفتوحه دخلتها جوه عكس الكاس كده يا جماعه، والفها وابرمها واطلع الهواء منها كويس جدا واركنها. واجي هعمل التانية برضو اهو، بشيل المناديل اللي سحبت الدم من الخياشيم واروح عامله له المساج بتاعه المحترم اهو. وبعد كده هوت هتفتحي بظهر المعلقه الخياشيم، بصي لحد ما توصلي لنتيجه الديل من تحت يبقى طري كده لانه بيبقى ناشف ومقدد اهو. بظهر المعلقه وتفتحي الخياشيم عشان تدخلي بصباعك الملح لجوه كده اهو. اهو اهو. ولو ما فيش ملح خشن عملتيه بملح ناعم عادي جدا ما فيهوش اي مشاكل. عادي الاتنين حلوين يا جماعه وبيدونا نتيجه حلوه جدا. الرك على البوري اللي تجيبيه كويس جدا وتجيبيه طازه وتجيبيه من حد مضمون. بعد كده هو مليت الخياشيم ودخلت بصباعي كل الملح جوه ناحيه المصارين عشان يتحقق كويس. وكبشه ملح وارشها على الجسم ايه الفسيخيه نفسها. واروح مطلعه الهواء من الكيس وبرماه كويس جدا. واجيب كيس تاني الحته اللي هي مفتوحه من عند الديل ادخلها هي من جوه اهو، واروح برماه برمه حلوه جدا. طيب هخلص بقى كل ده الكميه بتاعتي. وبعد كده هوت هروح جايبه بقى، انا خلصت ال4 بريات اهو. طبعا انا ما كملتش معاكم بقيه الطلبيه، عملتها مع نفسي عشان ما تزهقوش والفيديو يطول عليكم، بس اما افتح هوريهولكم. وجبت شنطه بقى بلاستيك اي شنط بقى من عندي، وروحي رصاه بقى عكس عكاس، يعني الديل الناحيه دي تبقى الراس الناحيه دي كده فاهماني اهو. ترصيه في اول ايه اول شنطه ديت. وطبعا كل فسيخايه محطوطه في كيسين، انا بمنع عنه الهواء ما يخشهولوش خالص، لان هو ده بيبقى سر نجاحه يا جماعه ان الهواء ما يطولوش. خلاص. بعد كده هوت اهو هروح مخلصه بقى كل الكميه اللي عندي في شنطه واحده كده اهو. وتروحي برمى الشنطه كويس جدا برضو تطلعي منها كميه الهواء اللي فيها. انا مش عايزه اي هواء يخش الايه الفسيخ ده خالص، نكتمه كتمه محترمه اهو. بضغط عليها كده بطلع الهواء اهو. بصوا تروحي برماها كده اهو، يعني هحطها في كيس تاني اهو.
اروح جاي اي شنط عندك، بس اهم حاجه الشنط الاولانيه، الكيس الاولانيه تبقى بيضه. بعد كده اهو شنطه تانية اهي، ورحت برضو حطاها كده اهو، واروح مطلعه الهوا منها خالص برضو. احاول بقى اجي اربطها كده اهو بضغط عليها، بصوا ازاي عشان اطلع الهوا منها، واروح ربطاها ربطه كده حلوه. ده ايه تاني كيس يا جماعه؟ ده غير كل فسيخيه في كيسين علشان ما يطلوش هوا خالص. بجد النتيجه هوريها لكم لما اجي افتح الفسيخ. هعمل لكم فيديو تاني واتفرجوا على الجمال بقى. الجمال عدى الكلام ولا عدى الخيال زي ما بيقول. برضو بضغط عليه عشان اطلع كل الهواء اللي فيه، واروح جايبه كيس تاني بقى، ده اخر كيس كبير بقى اهو، واروح برضو وانا بحطه كده ضغط على الكيس دوت عشان ايه كل الهواء يطلع منه اهو، واروح برضو ضغط عليه كده ولفه لفه حلوه، واروح رابطه بقى رابطه محترمه. بصوا بضغط ازاي يا جماعه، بطلع كل الهواء اللي في الكيس. انا مش عايزه هواء خالص، مش عايزه الفسيخ يطوله هواء خالص اهو. وتروحي رابطه رابطه محترمه. يلا قمرايه شايفاكي، يلا قاعده بتتفرجي عليا وناسيه اللايك بتاعي. يلا حبيبه قلبي لايك وشير، ولو جديده معانا في القناه فعلي زر الجرس علشان يجيلك من زوزو كل جديد اهو. وضغطت عليه عشان اطلع كل الهواء اللي فيه. وخلاص بقى يا زوزو هتشيليه؟ لا اشيل ايه ده، انا عايزه الاشيل دوت ما يكونش فيه هواء خالص. تعالي يا زوزو هاتي بكره السولوتيب ولفي بالسولوتيب بكل الاكياس ديت مع بعضها كده اهو، بحيث ان ما يبقاش فيها هواء نهائي. انا مش عايزه اي هواء يطوله علشان تبقى النتيجه ناجحه معايا اهو. سوري يا جماعه. هروح جايبه بقى السولوتيب بتاعي اهو، واروح شغاله على الكيس اللي قدامك ده، الفه من كل ناحيه كده اهو علشان آه اطلع منه كميه الهواء او اي هواء فيه، ويبقى النتيجه تبقى مضمونه معايا اهو. حبيبه قلبي جبت السولوتيب بقى اهو، واروح شغاله بقى كده اهو داير ما يدور، وانتي ضغط عليها علشان ما يبقاش فيها اي هواء اهو. بصوا انا ضغط عليها ازاي اهو اهو. ايه رايكم بقى؟ بحيث تبقي ايه قلبك مطمن مفيهوش ريحه الهوا. انا ضغطت في كل كيس وقفلت وبرشمت علشان الهوا يا جماعه اهو. بصوا من كل ناحيه كده هبرشمه بالسوليتيب بتاعي علشان ما يبقاش فيه اي هوا، والهوا بتاعه يخرج منه خالص. وهنا بقى بعد ما هخلص كل دوت هروح جايبه صينيه وحطاه فيها اهو. انا خلصته وهتسيبيه يعني 10 ايام بالكتير، بس 5 ايام وتقلبيه الناحيه دي و5 ايام تقلبيه الناحيه دي، وسيبيه بقى في قلب صينيه كده في فرن البوتاجاز على الرخامه في اي حته عندك. يلا قمرايه لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.